لا يوجد شخص خال من الهموم، لكن يوجد من يتذكر أنها مجرد دنيا فيبتسم. حين تضيق بكم لا تبكوا، بل اسجدوا. خير الأصحاب إذا ضحكت لك الدنيا لم يحسدك، وإذا عبست لك الدنيا وقف بجانبك. أرقى ما يتعلم الإنسان أن يستمع لكل رأي ويحترمه، وليس بالضرورة أن يقتنع به. يقول أحد الصالحين: علم ولدك القرآن والقرآن سيعلمه كل شيء. من خسر بر أمه خسر حياته كلها. ارفقوا بكبار السن فإنهم يعيشون في زمن ليس بزمنهم، تحملوا كثرة كلامهم وانتقادهم المستمر، فأنتم لا تعلمون بماذا يشعرون. لا تفكروا في إرضاء الجميع لأنه عمل مستحيل لم ينجح فيه حتى الأنبياء. التظاهر بالسعادة رغم آلامك لا يعكس إلا قوة شخصيتك. روعة الإنسان ليست بما يملكه بل بما يمنحه، فالشمس تملك النار لكنها تملأ الدنيا نورا. من عاش خادما تحت قدم أمه عاش سيدا فوق رؤوس قومه. قال أحد الصالحين: كل الأشياء ترحل ولا تعود إلا الدعاء، يرحل بالرجاء ويعود بالعطاء. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. السلام عليكم.